هو ازاي بحفظ جزء قرآن كامل في يوم واحد بس؟ قررت احفظ المصحف كامل 30 جزء في 30 يوم وانقل لكم التجربه، وناس كتير سالتني ايه الطريقه اللي بتستخدمها في الحفظ. يا جماعه انا شفت فيديوهات كتير قوي وقريت حاجات كتير قوي، اجمل حاجه شفتها كامله متكامله مكمله هي طريقه الحصون الخمسه. طريقه بتسهل الحفظ جدا وكمان تخليه قوي وثابت، وفي نفس الوقت انت لسه محافظ على القديم ما نسيتوش. الشيخ اللي حط الخطه دي طلعها بعد خبره 25 سنه في تحفيظ القران. انا شخصيا بستخدم نسخه معدله منها على البروجكت بتاعي انا اللي عاملها، بس انا هديكم الفكره نفسها. اللي هقوله ده لشخص بيحفظ يوميا صفحه، انت بقى ممكن تعدله على حسب قدرتك، ازيد اقل ناقش الموضوع ده مع الشيخ بتاعك. المؤلف شبه الحفظ بالقلعه، وكل ما زادت الحصون والاسوار بتاعه القلعه الحفظ كان امتن وافضل. ايه الحصون دي بقى؟ والحصون دي هي القراءه، التحضير، مراجعه القريب، مراجعه البعيد، والحفظ نفسه. اول حصن القراءه لازم يبقى ليك ورد ثابت غير الحفظ والمراجعه، هو ورد كده ده بيخليك تعدي على القران كله من حين لاخر، مش تبقى مثلا بتحفظ في سوره النساء وتيجي لسوره عامه بعد سنتين، لا هي بتعدي عليك. تاني حصن وهو اهم حصن على الاطلاق الحصن ده يا جماعه بيستاهل الحفظ بطريقه مرعبه. الفيديو ده انا بصوره يوم 16 رمضان، فانا خدت التجربه وانا عامل فيها التحضير فعلا وتجربه من غير التحضير. انا ممكن اقول الحفظ من غير تحضير بيبقى اصعب الضعف. هو اهم حصن لانه بيستخدم تقنيه التكرار المتباعد اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، واللي اتكلمت عنها في فيديو انها احسن طريقه للمذاكره وكنت بجيب بيها امتياز. تقنيه التكرار المتباعد. التحضير قسمين: تحضير قبلي، بمعنى انت مثلا لو الاسبوع ده هتحفظ 5 صفحات من صفحه 100 لصفحه 105، تمام؟ انت بقى في الاسبوع نفسه كل يوم هتقرا الصفحات من 106 ل 110 كل يوم، غير الحفظ بتاعك اصلا. ليه؟ على ما يجي الاسبوع الجاي هتكون كل صفحه فيهم عدت عليك اصلا قبل كده 5 مرات، فانت اصلا بقيت عارفها ومألوفه لعينك وعقلك. تاني حاجه بقى وهي مهمه قوي تحضير القبلي، التحضير الليلي. انت بكره هتحفظ صفحه 100، قبل ما تنام بالليل تقرا صفحه 100 دي 10 دقائق. التركه دي لها سحر. انا بعد تعديلات كتير على الخطه اللي بدات بها بقيت الجزء اللي هحفظه بكره بقراه قبل ما انام 3 مرات. انا مش عايز اقول لكم ده بيسهل الموضوع ازاي. بعد كده الحفظ نفسه، هتقرا الصفحه بتاعت النهارده 15 مره، لغايه هنا هتكون قرات الصفحه مثلا 30 مره وعلى فترات زمنيه مختلفه. اعتقد ده كفيل ان انت تكون خلاص جبت الصفحه يعني، او النص صفحه على حسب انت فين. بعد كده مراجعه القريب، ان انت كل يوم تراجع اخر 20 صفحه انت حفظتهم، ومراجعه البعيد تراجع يوميا جزء من القديم. مع الوقت هتلاقي الحفظ فعلا مش بيتنسي، لان انت في خلال شهر هتلاقيك كررت الصفحه بتاع 100 مره مثلا، فخلاص يعني. ولو حابين فيديوهات اكتر لشرح الخطه او تحملوا الكتاب بتاعها واللي هو 10 صفحات بس، هتلاقوها في التشانل عندي، وتقدروا تشتركوا على التشانل، بشارك فيها كل النصايح والبوستات واللينكات اللي بتقابلني هتفيد الناس فعلا في الحفظ. الفيديو الجاي هيبقى اول فيديو في توثيق التجربه، ان شاء الله يعجبكم. شوفوا بلاوي، اي اسئله عندكم سيبوها وهجاوب عليها في الفيديوهات. واخيرا ادعوا لي كتير الحق اختم قبل العيد. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني جاكر حسن شحات.